نصايح مهمة جدا لمرضى السكر في رمضان. أول حاجة اللي بياخد قرار الصيام هو الطبيب المعالج، واللي غالبا لو انت مريض سكر من النوع الأول بتعتمد على الأنسولين في علاجك، فما يفضلش خالص انك تصوم عشان الصيام هيكون مشقة بالنسبة لك وممكن تتعرض لهبوط في السكر أو اضطراب في معدلات السكر. تاني حاجة لو الدكتور سمح لك بالصيام ما تهملش قياسات السكر أثناء الصيام. طبعا الدكتور هيبقى محدد لك المواعيد اللي انت تقيس فيها السكر، واللي هتكون من 3 ل 4 قياسات أول ما تصحى من النوم على العصر وقبل المغرب بساعة وبعد الفطار بساعتين. طبعا مهم جدا انك تقيس السكر لو حسيت بأي أعراض من اللي هقولها دلوقتي: عرق شديد أو إجهاد عام أو ضربات قلب سريعة جدا أو دوخة. ثالث حاجة انك لازم تكسر صيامك وتفطر حالا لو قياس السكر بتاعك 70 أو أقل أو 300 فيما فوق، لأن 70 فيما أقل ده هتعرض نفسك لهبوط حاد في السكر، و300 فيما فوق لازم نفطر ونشرب مية كويس جدا عشان ما نعرضش نفسنا لغيبوبة السكر. وضروري قوي في الحالة دي ان احنا نرجع للطبيب المعالج لانه هيعدل جرعات الادوية اللي احنا بناخدها. مهم جدا كمان انك تحافظ على شرب كميات كافية من المية من الفطار لحد السحور. مهم جدا انك اول ما تفطر بلاش نبدأ فطارنا بالمشروبات اللي مليانة سكر، ونحاول نبدأ فطارنا بالشوربة والسلطة وبعدين البروتين وبعدين ناكل النشويات. لو استفدت من الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك. متنساش انك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ودمتم في احسن حال، صحة وراحة بال.